اهلا بيكم في الموسم الاخير من المسلسل اللي بدأنا مع بعض. بيبدأ الموسم ده برضه ميرن في المطبخ في قصر سيل، وبيخش عليهم حراس الملكة المطبخ وبيسألوا على سيل. طب في ابواب على فكرة، ايه الغباء ده؟ وبعدين بيهجم واحد من الحراس على برد، بس بتضرب ميرن على الحراس نار بالمسدس بتاعها، بس هو بيكون بيتحرك بسرعة كبيرة فالطلق ما بيجيش فيه، زائد ان هي اصلا نظرها المفروض ضايع. بعدين بيقرب منها وبيفرتك المسدسين، ولما بيجي علشان يقتلها بيدخل برد وبيكون بيهجم على الحارس بسكينة، بس الحارس بياخد باله وبيقدر يتفاداه، وبيكون الحارس هيضرب برد بالسيف، بس بيدخل سباستيان في اللحظة الأخيرة وبيقدم للحراس الأكل، ولا أكنهم داخلين يتهجموا على الخدم اللي هو برود ما فوق جبال إيفرست. وبنعرف إنهم ثنائي تشارلز وإنهم حراس الملكة فيكتوريا، وبنعرف إنهم جايين علشان يبلغوا سيل يستقبل اللورد جون فون شيمز، وبنعرف إنه ألماني وإنه شخصية مهمة جدا وإنه كمان قريبها بس من بعيد. وبيكون سيل مش مطمن للموضوع ده وعايز يرفض، لكن بيقول له واحد من الحراس ان الملفات بتاعه القضيه الاخيره ناقصه حاجه، وطبعا بيكون هو قايل للملكه ان الاطفال رجعوا لبيوتهم وما قالهاش ان هو حرقهم في القصر. طب ما تقول انك لقيتهم ميتين في حرقه القصر، كدب بكدب يعني. بس بيكون لازم يقبل علشان يرجع ثقه الملكه تاني ليه، وبيقول له واحد من الحرس انه هيكون مشرف على المهمه دي، فبما ان الشخصيه هتطول معانا تعالى نعرف اسمائهم. اللي هيشرف على المهمه اسمه تشارلز جراي والتاني اسمه تشارلز فيبس. وبعدين بيقول تشارلز جراي انه هيجي كمان اسبوعين وبيمشي، وبيطلب سيل من سباستيان انه يجيب له كل المعلومات عن اللورد جورج حتى لو كانت صغيره علشان يعرف يتعامل معاه. وهم ماشيين بيقابلوا فيني وبيبان انه بيهجم عليه، بس بيطلع انه بيخيط له القبعه بتاعته، بس كان اتيتيود ضرب بصراحه. وبيحس سيل ان الرساله دي وراها سر وان دي زي اختبار ثقه، فبيبعت دعاوي لناس مهمين كتير، وبيكون وسطهم باعت دعوه لواحد اسمه ارثر. وبيكون ارثر مستغرب علشان هو يعتبر ما يعرفش سيل، بس بيقرر يروح في الاخر. ولما بيوصل ما بيكونش عارف يعمل ايه ولا حتى هو هنا ليه، وبيقابل لاو واخته ران وبيعرف نفسه ليهم، بس لاو بيناديله بسنسي وبيكون الاسم ده معناه بروفيسور. وبيكون مفكر لاو ان ارثر كاتب كبير ومشهور، وبيكون ارثر مستغرب من سبب دعوته علشان هو مش شخصيه مهمه، بس بيرد عليه لاو وبيقول له ان دي حركات سيل، وان سيل شخص حقود وغضبان على طول، وانه لابس رقعه على عينه زي القراصنه، وان حلقته حلقه غريبه. وبيكون ارثر بيتخيل شكل حد تاني وبيخاف من تخيله، بس بيعرف في الاخر ان سيلو مجرد طفل. وبنلاقي سيلو وهو بيرحب بالضيوف وبيكون مستغرب ان جورج لسه ما جاش، بس بنلاقيه هو وتشارلز جراي اللي هنديله جراي بعد كده اسهل داخلين القصر. وبيعرف سيل نفسه على جورج وبيشكره انه لبى الدعوه بتاعته، وبينده سباستيان على الضيوف علشان يخشوا، وبينده لباتريك فيليبس وكارلو وديلي وايرين دياز ولاو ورون. وبيكون ارثر عمال يسال نفسه انا هنا ليه، وبيكون قاعد وبيقرب من سباستيان علشان يديله مشروب خمر، مش هنكدب على نفسنا. وبيكون ارثر منبهر بسباستيان، وبيكون شايف انه ممكن يكون شخصيه في روايه، وبيكون بيتمنى لو عنده خادم زيه. وبيكون في واحد بيكون عايز يقعد جنب ارثر وبيستأذنه، بس ما بيكونش واخد باله اصلا، ولما بيلف وشه بيتصدم علشان بيلاقي ان سيل هو اللي جنبه. وبعدين بيسأل سيل ارثر لو كان مستمتع في الحفله، وبينده له بسنسي، وبيكون ارثر محرج احراج التواضع علشان ما بيكونش شايف انه يستحق الاسم ده. وبيرد سيل انه قرأ الروايه بتاعته وانها عجبته، وبيكون ارثر مستغرب علشان روايته مش بتتباع، لدرجه انه كان بيفكر انه يبطل كتابه اصلا. وبعدين بيقول ارثر انه كان نفسه يعمل روايه تاريخيه، بس بيكون الناشرين رافضين ده. وبيقول سيل ان الكتاب بيفضلوا يكتبوا عن ان السلطات كويسه وان ده مخليهم مشهورين رغم ان كتاباتهم زباله. وبيدخل واحد اسمه تيني وبيوافق سيل الراي، وبيقول له انهم خربوا مجال التمثيل، وهم بيتكلموا بتصرخ ايرين دياز علشان بيكون جورج اتحرش بيها فبتضربه بالقلم، وبيرمي عليها الخمره اللي في ايده، وبيقف ساعتها سيل قدامها وبتيجي عليه الخمره، وبيطلب منهم يوقفوا اللي بيعملوه ده، بس كيني بيكون متضايق بسبب الحركه دي وبيرمي ازازه خمره على جورج، بس بيمسكها سباستيان وبيعمل عرض بالكوبايات زي اللي بوظته يومي قبل كده. مش قادر انسى غبائها بصراحه. وبيكون كل اللي قاعدين مسحورين بالعرض ونسيوا اللي حصل. وبعدين بيكون سباستيان بينشف سيل وبيكونوا بيتكلموا بالفرنسي علشان محدش يفهمهم، وبيقول ان شكل جورج عنده مرض علشان بيشرب كتير، فبيضحك ارثر وبنعرف انه بيفهم فرنسي فبيشاور له سيل انه يسكت. وبينام جورج اثناء الحفله، فبيقول سيل لسباستيان انه يوديه الاوضه بتاعته، وبيعتذر من الضيوف علشان بيكون وقت نومه جه، وبيسيب الحفله وبيطلع مع سباستيان. وبالليل بيرن جرس من اوضه جورج، وبتكون ميرن خايفه من انها تروح علشان شكله مش مظبوط، فبيروح معاها سباستيان وباقي الخدم، بس اول ما بيوصلوا بيسمعوا صوت سرير
صريخ، وبسبب الصريخ ده بيجي كل الناس اللي في القصر للمكان، وبيكسر سبيستيان الباب، وبنلاقي ان جورج ميت، وبيجي سيل وبيكون اخر واحد وصل، وبينزلوا جثة جورج لتحت علشان الأوضة حرارتها عالية قوي، ولو سابوا الجثة هتتحلل قبل ما الشرطة توصل، وبيتوقعوا ان الشرطة هتتأخر بسبب الأمطار، وبيخاف الحضور علشان بيقول جراي ان اكيد القاتل لسه في القصر وانه ممكن يكون واحد منهم، ولما بتقول دياز انه ممكن يكون خرج من الشباك بيقولوا خرج منه بعدها، بس بيكون الشباك مقفول، وبعدين بيجي لهم فكرة ان كل واحد يقول كان فين، وبنعرف ان كيني ودياز وسينسي وجرين وباتريك، وبنعرف ان لو واخته وإدلي وسبيستيان كانوا مع بعض، والخدم كانوا تحت في المطبخ، وما بيكونش اتبقى غير سيل اللي ما كانش مع حد فيهم وبيشكوا فيه، وبيربطوا ارثر بسيل علشان يراقبه، وبيطلب سيل من سبيستيان انه يهتم بالضيوف في غيابه، وانه يخلي باله من الدفاية ويخليها شغالة، وبنلاقي انهم مش جايلهم نوم وبيكونوا بيتكلموا، وبعدين بنلاقي ارثر كان عايز يشيل الرقعة من على عين سيل، بس سيل بيمسك ايده وبيقول له انه عامل حادثة ومش حابب يشيلها، وبعدين بيقول سيل لارثر ان اخر مرة نام جنب حد كان قبل ما اهله يموتوا، كداب قوي، في واحدة نامت جنبه في السيرك وسبيستيان قتلها، وبيكون سبيستيان رايح يبص على المدخنة ولا المدفنة دي، وبيكون في واحد وراه، وفجأة بنسمع صوت بس ما بنفهمش قوي ايه اللي بيحصل، وبننتقل لمشهد لسبيستيان وهو بيصحي بارد وبيديله قايمة بالاكل اللي هيتعمل طول ما الضيوف موجودين في القصر، وبعدين بيودي طائر ليومي وقال لها تطيره اول ما تصحى الصبح، وبيكون في رجله رسالة، وفي نفس الوقت ده بيكون سيل نام، وبيكون ارثر باصص عليه وبيقول عليه كيوت وهو نايم، وسبيستيان بيدي رياكت بلس 1، وبيخاف ارثر علشان ما كانش يعرف انه موجود، ما يعرفش انه شيطان، وبيكون سيل مستني سبيستيان علشان يجيب له المخدة بتاعته علشان ما بيكونش عارف ينام من غيرها، يعني هو كان نايم ولا صاحي، وبنلاقي ان اول ما بيحط دماغه عليها بينام، وبيعتذر سبيستيان من ارثر علشان هو هيفضل جنب سيل لحد ما يصحى، وبيعتذر له برضه بسبب اللي حصل، بس ارثر بيكون متاكد ان سيل ما عملش كده وانه مظلوم، وبيشكر سبيستيان ارثر وبيمشي، وبعدين بيرجع للدفايه وبيبان انه ناوي على حاجه، وبيصحى ارثر على صوت سيل، وبيكون سيل مستغرب علشان هو متعود ان سبيستيان هو اللي بيصحيه كل يوم، بس بيلاقوا تناكا هو اللي جاي يصحيه، وبيكون قلقان على سبيستيان، وبيجروا للاوضه اللي فيها الدفايه، وبيكون هناك كل الضيوف، وبيكون سبيستيان مقتول، وبيكون مصدوم، ومع انهم بيمنعوه من انه يقرب من الجثه، بس هو بيقرب منها وبيشيل الخازوق اللي في صدره، وبيفضل يضربه بالقلم، بس ما بيلاقيش اي رد، بس بيقرب منه برضه وبيقول له ان الامر انتهى خلاص سبيستيان مات، وبيقول جراي للخدم انهم ينقلوا الجثه للقبو مع جورج علشان برضه ما تتحللش، وبيبعدوا سيل عنها بالعافيه، بس بيشد دبوس من على بدله سبيستيان، وبيقول ارثر للاو ان سيل ما عملش حاجه عشان هو كان معاه طول الليل، وبيبدا ارثر انه يحقق في الموضوع، وبنكتشف ان القاتل ضرب سبيستيان على راسه، وبعدين طعنه علشان يتاكد انه مات، وان اللي نفذ الجريمه ممكن يكونوا 2 مش 1، وبيكون فيني بيزعق لهم علشان بيتكلموا والجثه على الارض، وممكن سبيستيان يزعل، فبيقول جراي للخدم انهم ينزلوا الجثه علشان ما تتحللش، وقبل ما يمشي بيقول لهم يجهزوا الفطار، وبعدين بيتجه سيل تناكا وبيقول له انه هيبقى رئيس الخدم الجديد، وبيبدا يشتغل زي ما كان بيشتغل ايام فانتوم هايف، وهم بياكلوا بيلاقي ان فيليبس مش موجود، فبيروح له الاوضه بتاعته، وبنعرف ان المفتاح بتاع الاوضه كان مع سبيستيان، وان محدش يعرف مكانه غيره، فبيكسر جراي الباب بالسيف اللي معاه، وبيلاقوا فيليبس جوه ميت وفي عض على رقبته، فبيشكوا انه مصاص دماء، بس كارل واودي بيقولوا ان دي تخاريف، وان بسبب الساعه اللي على ايده بيشكوا انه ميت من امبارح، فبيقرر ارثر انه يجمع كل الضيوف علشان يحقق معاهم، وبتقول يوم ان سبيستيان ادالها بومه وعلى رجليها رساله وقال لها تطيرها الصبح، وبيكونوا بيسالوا على محتوى الرساله دي، بس هي ما بتكونش عارفه علشان نفذت الاوامر وبس، وبعدها بيقول ارثر ان استحاله يكون واحد هو اللي عمل كده، لا دي مجموعه، وبيكون الكل خايف، وبيتهم كارل واودلي جيرمي ودياز، وبيكون جيرمي متضايق جدا، فكارل بيقول له انه هيمشي، ولما سيل بيحاول يوقفه بيقول كارل ان سيل مجمعهم علشان يقتلهم، وبيهاجم كارل سيل، بس بيدخل تناكا وبيمنعه من انه يضرب سيل، وبعدين بيعين سيل ارثر قائد ليهم لحد ما يعرفوا مين المجرم، وكلهم بيوافقوا، وبعدين بيستغرب ارثر لما بيلاقي سيل بيقول انه قدامهم وقت كبير مع بعض، وانهم هيتسلوا بلعبه البحث عن القاتل، فبيكون شايف ارثر ان سيل شيطان، وبنروح للبومه وبنعرف ان في حد قتلها، وبنرجع للقصر، وبيكون ارثر بيقول لهم انهم يدوروا في القصر ممكن يلاقوا حاجه كدليل، وبيكون ارثر عايز يعرف فين المفتاح اللي كان مع سبيستيان، وبيروحوا للجثه بس ما بيلاقوش حاجه معاه، فبيروحوا للاوضه بتاعته بيدوروا فيها بس ما بيلاقوش حاجه، وهم بيدوروا بيلاقوا ان سبيستيان كان عنده قطط كتير في الدولاب، وبيزعق علشان
علشان هو عنده حساسية منهم، وبيقول لفين انه يخرجهم. وبيستنتج ارثر ان المفتاح اكيد مع حد من الضيوف، وبيقول انه لازم يفتش الاوض كلها ومحدش بيعترض، بس ما بيلاقوش حاجة برضه. وبيقول سيل ان ممكن يكون سبيستيان مخبي المفتاح في مكان تاني، بس بيرد عليه لاو انه ممكن يكون القاتل رماه بعد ما خلص عليه. وبيقول الخدم انهم هيخرجوا يدوروا عليه، بس سيل بيحاول يمنعهم علشان المطر. بس فيني بيقول انه مش مهتم غير بانه يلاقي خيط علشان يعرف مين اللي قتل سبيستيان. والله فيني ده انا معرف له هو ولد ولا بنت لحد دلوقتي. وبيخرج وراهم بارد علشان يمنعهم، بس فيني بيرفض وبيقول ان لولا سبيستيان كان زمانهم في الشارع وانهم ملهمش حد تاني. وبعدين بيخشوا علشان يشوفوا هم هيعملوا ايه، بس بيلاقوا الباب بيخبط، فبيجهزوا نفسهم علشان يقبضوا عليه وبيربطوه وبيطلعوا بيه للقاعة اللي الضيوف فيها. وبيكون اودلي بيتهموا ان هو اللي قتل سبيستيان وجورج والتاني ده، بس هو بيرد بحجة غياب انه كان في لندن، وبيكون معاه البومة اللي بعتها سبيستيان والرسالة بتكون فيها. ولما بنفتحها بنعرف ان سبيستيان كان متوقع انه هيموت، وبنعرف ان ده قصيص وانه بيعرف يحلل شخصيات الناس. وبيقول ان اودلي بيتاجر في الماس عشان هو الوحيد اللي لابس ماس، مش عارف فين التحليل في كده يعني. وبيقول انه لسه واصل بسبب الجو وبيصدقوه. وبيكون القصيص ده عارف ان ارثر كاتب، وبيكون ارثر مستغرب، فبيرد عليه القصيص انه علشان كم القميص اللي تحت البدله متوسخ بالحبر، وان في كتابه على القميص بتاعه، مع ان القصيص مغمض عينه من ساعه ما شفته، بس ماشي هنعديها. وبعدين بيفكوه علشان يحل القضيه، وبيطلب ان كل جثه تروح لاوضه تكونوا بعيد عن القبو، علشان القبو فيه خمر والخمر بيغطي على ريحه الدم، وانه بيستخدم حاسه الشم علشان يعرف تفاصيل اكتر. بعدين بيروح القصيص لجثه جورج وبيلاقي فيها ساعه غاليه، فبيستنتج انه مدمن خمر علشان بتكون متبهدله، ومحدش هيعمل في ساعه غاليه زي دي كده غير واحد مش في وعيه. وبعدين بياخد منديل من ارثر وبيحطه في بق جورج، وبعدين بيروح لباتريك وبيشوف العلامه اللي على رقبته، فبيطلب يشوف الاوضه اللي مات فيها. وبيقول ان اللي عمل الجريمه دي 2 مش 1، وبيكون متاكد ان القاتل هيظهر بالليل، وبيكون محتاج مساعده من سيل. وبعدين بيقول ان هيقول لهم الخطه بالليل. وبيروح بعدين علشان يشوف جثه سباستيان، بس بيتعب من المنظر، وبيقول ان موت سباستيان كان سهل جدا. وبعدين جراي بيكون حاسس بحاجه غريبه، فبيجري على جثه سباستيان وبيلاقيها مكانها. وبعدين بيروح جيرميني القصيص على المطبخ علشان يطلب اكل، بس بتعتذر منه يومي علشان جراي كل كل الاكل اللي سباستيان كان طالبه، واللي المفروض كان يكفيهم لمده 3 ايام. وبتقول ان ما تبقاش غير فول الصويا، فبيقرر يساعدهم وبيعمل لهم لحمه من فول الصويا، ومحدش بيكون عارف ان دي مش لحمه. وبعدين بيبداوا في تنفيذ الخطه، وبيكون سيل نايم في سريره، وبيكون الكل مستخبي. ولما بيحسوا بالقاتل بنعرف ان اخت لاو هي اللي في السرير، وبترمي القاتل بعيد. وبعدين بيروح جراي علشان يقتله، بس بيمنعوا جيرميني. وبعدين بياخدوا القاتل للقاعه، وبنعرف انه تعبان. وبنعرف ان باتريك مات علشان كان نايم على سرير سيل، وان المقصود هو سيل. وبتروح الشكوك لاودلي علشان هو بيكون مهربها في سفينه تجاريه، وبيكون بيحاول يقول حجه غياب اثناء وفاه جورج، بس جيرمي بيقول له ان حجه غيابه ملهاش لازمه علشان جورج ما ماتش في غرفته، علشان بيكون جورج واخد سم اسماك، وده بيخلي اي حد ياخده يبان انه ميت. وانهم لما فحصوه اول مره ما كانش فيه في جسمه طعنه، وبيكون ده معناه انه اتقتل في القبر. وبتروح الاتهامات طبعا على اودلي تاني، وبيسال جراي على مكان ازازه السم، وبيكونوا استنتجوا انه رماها في النار، وبيكون علشان كده قتل سبيستيان علشان ما يكونش فيه شهود ويرميها في النار. وبعدين بيصرخ اودلي وبيقول انهم فتشوا الاوضه وما بانش معاهم حاجه، وبيطلع جيرمين الازازه من المدفأه وبيجمعها، وبيقول له بمعنى اصح اسكت بقى شكلك وحش. وبعدين بنعرف ان الشرطه من كام يوم لقت جثه رئيس شركه رويس لتجاره الالماس، وانها كانت هتمضي مع شركه فانتوم هايف، وان ده لو كان حصل كانت شركه اودلي هتضر جدا. وساعتها بيقبض جراي على اودلي، وبكده بيكونوا حلوا القضيه. وبيروح سيل يشكر ارثر على انه ساعده في حل القضيه. وتاني يوم المطر بيقف والضيوف بيكونوا جاهزين يمشوا، بس بيكون ارثر شاكك ان في حاجه ناقصه. بس بيجيله جيريمي وبيشكره على مساعدته، وبيكلمه بالفرنسي وبيشكره على الاعتناء بسيل. وبيكون ارثر متجنن علشان ده كلام سبيستيان، وساعتها بيشك فعلا ان في حاجه غلط وانه ممكن يكون سبيستيان عايش. وبيروح ارثر لجيرميني وبيقول له انه عرف حقيقته، فبيشيل سبيستيان الوش اللي لابسه، وبنعرف انه لسه عايش بجد. وبيتصدم ارثر مع انه كان متاكد، وبيعترف سيل ان اودلي ما كانش هو المجرم، بس هو يستاهل العقاب، وانهم هيشرحوا له كل حاجه بعدين. وبيشرح لهم ليه شك ان سبيستيان لسه عايش، وبيقول ان جيرمي وسبيستيان كانوا مثاليين بطريقه غريبه، وحتى حجه غياب جيرميني كانت مثاليه جدا برضه، انه عرف من طريقه كلامه معاه. والموضوع اللي خلاه يشك اكتر ان بعد ما جورج مات كان حاسس
بيحسس سبيستيان ان في حد تاني هيموت، وبيعترف سبيستيان انه كان عارف ان في حد هيقتل جورج وهيقتله بعدها، وبنعرف انه لما وصل لاوضه جورج ما كانش شامم ريحه دم فعرف انه اتسمم، وان ده كان السبب اللي خلى سيل يقول لسبيستيان انه يحط فحم في المدخنه علشان يعرف يشوف الازازه، وانهم توقعوا ان القاتل هيظهر وهيقتل سبيستيان، وبنعرف انه كانت تشارلز جراي حارس الملكه. وبعدين بينزل سبيستيان للقبو وبيكون جورج لسه عايش بس ظهر جراي وقتله، وبيكمل سبيستيان انه بعد ما المفروض اتقتل راح المطبخ علشان يعمل الاكل بتاع ال3 ايام اللي كانوا جراي، وبيعرف انه بعدها عمل كل اللي شفناه قبل ما يمثل انه مات. وبنعرف انه لما دخل على سيل وارثر الاوضه ما كانش بيودي المخده، لا ده كان بيودي له رساله فيها الخطه، وانه بعد ما خلص كل ده راح للمكان اللي مات فيه وطعن نفسه تاني ومثل انه مات تاني، وانه كان متفق مع فيني انه يبلغ عن موته علشان كلهم يشوفوه، وان اداء سيل كان مقنع جدا لارثر، وانه لما راح للقبو كان حر، وساعتها خرج وخد البومه وراح للندن علشان يجيب التذكره، وبسبب انهم راحوا للقبو وبيجري وبيروح يمثل انه ميت تاني، وعلشان كده كان مبلول، وانهم ما لقوش المفتاح علشان كان حاطه في بقه، وبعدين خرج وجمع الازازه تاني ورماها في الدفايه، وبعدين اتنكر وخد البومه ودخل. وبعدين بيقول ارثر ان اكيد التذكره كانت مزيفه، بس بيطلع له سبيستيان التذكره وبيقول له انها حقيقيه وانه اتفرج على بدايه المسرحيه قبل ما يجي، وبعدين بيقول ان التذكره والبومه كانوا مجرد خطه لاقناع الكل، وبيسال ارثر على محتوى الرساله اللي كانت مع البومه، وبنعرف انها كانت فاضيه اصلا، فبيسال ارثر طب ازاي جيرمي بص على جثه سبيستيان، فبيرد انه بعد ما نقل كل جثه لوحدها نقل جثه باتريك مكان جثته، وبيكون ده السبب اللي خلاه يتاخر وراهم على السلم، وبنعرف انه رجع بسرعه لما جراي خد باله من صوت الباب ورجع مكانه بسرعه، وان الباقي هو عارفه علشان شافه. ولما بيسمع ارثر بيبقى مستغرب ان ليه كان عايز جراي يلبس القضيه لسيل، وان ليه سيل خرج نفسه ولبس اودلي، فبيرد ان دي كانت اوامر الملكه، وان كان لازم جورج يموت علشان هو شخصيه مهمه في المانيا، وانها كانت عايزه تقتله من غير ما تعلن حرب، وان ده بيتسمى تاثير الفراشه. وبيقول ان جراي كان بيحاول يوقعه في القضيه دي عشان يتعاقب بسبب اللي عمله في القصر لما حرقه، بس هو لبسها لاودلي، وبيسال ارثر ليه عمل كده في اودلي مع انه بريء، فبيرد سيل انه اودلي شخص خطير، وانه بيغطي بتجاره الماس على تجارته للسلاح، وانه كان لازم يتعاقب. وبنعرف انه فعلا قتل المنافس ليه اللي كان هيمضي مع شركه فانتوم هايف، وساعتها بيفتكر ارثر كلام اودلي ان سيل جابهم علشان يقتلهم، وبيتصدم خصوصا بعد ما بيكون عارف ان سبيستيان شيطان، وبيهددوا سبيستيان انه لو فكر يفضحهم هو عارف ايه اللي هيحصل له. وبنعرف انه من ساعه ما رجع كان بيكتب في روايات، وكل اللي شافه في القصر لحد ما عدى بيه العمر وكبر، وبيكون حرق كل اللي كتبه علشان مش هيعرف يكشف سره للناس. وبنرجع لسيل وسبيستيان وبيسالوا مين اللي قتل باتريك، وبيقول له ان اللي قتله هو سنيك، وانه كان مستخبي كل ده في الجنينه، وبنعرف انه جاي علشان ينتقم، وانه كل ده مستخبي له في الجنينه. وبيقول له سيل انه كان هناك بس علشان كان بيحقق في قضيه خطف اطفال، وانه ما يعرفش حاجه عنهم ولا عن الجوكر، وانه حرر الاطفال بس. وبعدين بيفك سنيك وبيقول له ايه رايك تعيش معانا، ولما بيخرجوا بيكون سبيستيان مستغرب وبيقول له انت ليه عملت كده، فبيرد انه ضمه ليهم احسن من انه يفضل يحاول يقتلهم، وانه ممكن يستخدموا لمصلحتهم. وبيكون قدامهم مشكله واحده بس، انهم ازاي هيعلنوا ان سبيستيان لسه عايش، وبيكونوا اتفقوا مع الحنوتي ان بعد الدفن هيرن الجرس، وان ده معناه ان المدفون لسه عايش. وبعدها بيخرجوا سبيستيان وبيفرحوا كلهم، وبتنجح الخطه دي، وبيرجعوا سبيستيان تاني. وبعدين بيقول لسيل انه هيخدمه وهيكون جنبه للابد. وبنروح لسفينه كامبانيا، وبنعرف ان الشركه اللي عاملاها بتراهن بانجازاتها في بناء سفينه ضخمه زي دي، وانها هتبحر في المحيط الاطلسي. وبيكون مسافر سيل وسبيستيان وسنيك، وهيسيبوا الخدم في البيت بس بيكونوا معاهم علشان يودعوهم، وبيخش وراهم واحد من الشينيجاميين في اخر لحظه. وبنعرف انهم بيحققوا في موضوع مستشفى كارنستين، وانهم بيحيوا الموتى. وبيحكي لو انه لما كان مسؤول عن سوق المينا السوداء عرف انهم بيشتروا بشر بطريقه غير قانونيه، وانهم بيعملوا تجارب عليهم. وبعدها بيأمر سيل سبيستيان انه يحقق في الموضوع ده. وبنرجع ورا شويه في روما، وبيكون سبيستيان لابس لبس دكتور، وبنعرف انه جاب معلومات عن الموضوع. وبنعرف انه مستشفى كارنستين عامله منظمه سريه اسمها منظمه اورورا، وانهم بياخدوا تبرعات من النبلاء وبيعملوا بيها تجارب غير قانونيه، بس ما بيكونش عنده دليل على كده، وما بيكونش قدامهم غير انهم يتسللوا للمنظمه. وبنعرف ان في اجتماع ليهم قريب على سفينه، وبيفتكر سيل ان خطيبته اليزابيث كانت عازماه علشان يروح معاهم على سفينه، وبنعرف انها برضه نفس السفينه. وبيقابل هناك اليزابيث وبيكذب عليها وبيقول لها انه جه علشان يفاجئها، بس
بس هو جاي طبعا علشان القضيه، وبيكون اخوها متضايق من سيل قوي. وبنعرف ان السفينه دي هتبحر بيهم لمده 3 اسابيع، وبنعرف كمان ان الاجتماع هيتعمل في نفس اليوم الساعه 9 بالليل. وبنلاقي هناك جراي وفيبس، وبنعرف ان الملكه بعتاهم علشان نفس الموضوع، وبيكونوا شبه مستغربين ان سبيستيان لسه عايش، بس بيعدوا لبعض في الكلام. وبعدها بيومين بيقول سبيستيان لسيل ان الاجتماع هيكون النهارده، وبعدين بيروحوا للقاعه اللي هيكون فيها الاجتماع، وبنعرف ان ليهم طريقه للتحيه، وبيكون سبيستيان عارفها وبيقول لسيل وبيعملوها جوه، وبيكون شكله غريب وما بيشكوش فيهم وبيحسبوهم منهم وبيدوهم شارات العضويه. وبنلاقي جوه الحنوتي وبيتريق علشان سيل عمل الطقوس دي، وبعدين بيسالوه بيعمل ايه هنا، بس بيقول لهم ان حنوتي وان المستشفى من زباينه. وبيسالوا سيل لو يعرف حاجه، بس بيرد بكل برود وزي ما انت توقعت انه عايز نكته. وبيقابلوا هناك واحد اسمه دوريت، وبيكون سيل عارفه، وبنحس انه في حاجه مش مظبوطه فيه. وبعدين بنلاقي ناس داخله بتابوت، وبنعرف ان ده مؤسس المنظمه وان اسمه ريان ستوكر، وبنعرف انه كان بيعمل ابحاثه علشان يلاقي علاج للموت. وبيفتحوا التابوت، وبيكون في بنت اسمها مارجريت وعندها 17 سنه، وبيركب فيها الاسلاك وبيشغل الجهاز، وبترجع للحياه فعلا بس على هيئه وحش، وبتاكل كتف امها. فبيجروا اعضاء المنظمه وبيهاجمها سبيستيان وبيرمي عليها سكاكين بس ما بتموتش، مع ان سبيستيان رمى عليها السكاكين في قلبها ورقبتها بس برضه ما بتموتش. فبتيجي فكره لسبيستيان انه يقطع البنت علشان ما تتحركش، بس بيدخل الشينيجامي وبيفرم راسها، وبيخش سبيستيان والشينيجامي في قتال. وهنسيبكم مع مشهد من المعركه. وبننتقل لسبيستيان وهو في منطقه الشحن في السفينه، وبنلاقي اليزابيث جت وراه وخوفته، وكان هيضرب عليها نار، بس بيعرف انها جت وراه حرام علشان تجيب له كيكه. البت دي ممحونه قوي. وبيلاقي كمان هناك سنيك كان بياكل تعابين، وبتكون جايبه له كيكه، ولما بتيجي تديها له بنلاقي انها مش موجوده، وان في جثه زومبي وراها. فبينقذها سيل وبيضرب عليه نار، بس طبعا ما بتاثرش فيه، فبيخش سنيك يخلص على الكلام. وبنعرف ان في توابيت كتير قوي في السفينه، وبيكون كلهم فيهم زومبي وبيخرجوا من التوابيت، وبيكون سيل واليزابيث متحاصرين من الزومبي، بس بينقذهم سنيك وبيطلعوا فوق صندوق، بس بيكون عدد الزومبي كتير فبيكونوا خلاص كانوا هيقعوا، بس بيدخل سبيستيان وبينقذهم وبيخلص على الزومبي كلهم. وبعدين بنلاقي ان ريان ستوكر موجود معاهم، فبيمسكوا سبيستيان وبيكونوا عايزين يسلموه في نيويورك، بس بيقول لهم ان في اوضه تانية فيها جثث تاني، وان هناك في 10 اضعاف الجثث اللي هنا، وبيكونوا خرجوا اصلا كمان، وبيبداوا اكل في الناس. وبيأمر سيل سبيستيان انه ينقذ اهل اليزابيث ويرجع له تاني. وبيتكلم سيل مع ريان، وبيقول له لو في اي طريقه تانية بدل ما يكسر رؤوسهم، وبيقول له ان في جهاز في الاوضه بتاعته بيعمل كده، فبياخده لهناك. وبيوصل سبيستيان لاهل اليزابيث وبيقول لهم ازاي يخلص عليهم، وبعدين بيحاول ياخدهم لمكان امان، بس هم بيرفضوا يسيبوا الناس بما انهم جنود انجليزيين وكده، ومش فاهم ايه دخل ده بده، بس مش مهم. وبيأمروا سبيستيان انه يرجع لسيل تاني، وبنلاقي ان في قدام السفينه قطعه تلج كبيره، فبيبلغوا القبطان، بس بيكون القبطان مات بسبب الزومبي. وبتخش السفينه في التلج، وبيكون في 2 من الشينيجامي وبيجهزوا علشان يحصدوا الارواح. وبنلاقي مشهد رخيص بين 2 من الشينيجامي، بما انهم مقتبسين الحوار من تايتانيك، فاكيد لازم يقفوا وقف التايتانيك. وبالنسبه لجرين، انا لسه مش عارف انت ولد ولا بنت ولا ايه قصتك. وبنرجع للسل والباقي تحت، وبنلاقي ان انفجار الميه جت عنده، فبيهربوا بس ما بتلحقش تهرب اليزابيث، وما بيعرفش ينقذها سيل، بس بيرجع لها في اخر لحظه علشان بيكون وعدها انه هيحميها. بس بيلاقي سيل قناه فوق، وبيقول لسنيك يمشي وهم هيتصرفوا، فبيرمي سنيك تعبان من معاه علشان يوريه السكه، وبيمشوا. وبيكونوا مستنيين يركبوا الاسانسير، بس بياخدوا ريان لوحده ويهرب. وبنلاقي الناس في السفينه الزومبي بيهجم عليهم، وبيكونوا هيقتلوهم، بس بيدخل حراس الملكه وبينقذوهم. وبنلاقي ان سيل واليزابيث خرجوا من القناه، وبيكون سبيستيان مستنيهم، وبيكونوا لسه هيهربوا علشان يروحوا لمراكب النجاه، بس بنلاقي الشينيجاميين جم، وبيكون طبعا جرين اللي برضه مش فاهم هو ولد ولا بنت بيتمحن على سبيستيان. ولما بيكون سبيستيان مش طايقه بيخشوا معركه، ودي شويه مشاهد منها. بعدين بيهرب سيل واليزابيث، بس بيقعوا وبيكون قدامهم زومبي، فبيقول سيل رجله اتعورت، فبيقول لإليزابيث تهرب، وبيحاول ينقذها. وبيكون الطلق خلص، وبتقول له انا كنت بحاول افضل كيوت قدامك. وفجاه بنشوف مشهد اللي هو خلاص هتموت، ففجاه بنلاقيها ماسكه سيف وبتقتلهم. مين البت دي؟ وبيكون سيل وسبيستيان مستغربين، وبتكون هي بتقتل فيهم كلهم وبتحمي سيل، وبيكون سيل مستغرب، وهي بتقتلهم بتحكي لسيل عن الماضي بتاعها، وانها بارعه في المبارزه علشان عيلتها حرس الملكه.
الملكة، وبتحكي ان من وقت الحادثة وهي كل اللي عايزاه انها تبسط سيل وبس وما تحسسوش بحاجة، عشان من ساعة الحادثة وهي واخدة بالها ان سيل بقى اضعف. وبعدين بتهجم على جرين، وقبل ما توصل له بيوقفها سبيستيان وبيخش عليهم سنيك وبيقول لسيل ان ريان هرب. فبيقول سيل سبيستيان انه يسيب الشينيجاميين ويركز انه يجيب ريان. وبيكون الشينيجاميين عايزين يحققوا في قضية الزومبي وبيروحوا علشان يحققوا فيها، وبعدين بيروحوا علشان يدوروا على ريان. وبيوصلوا لمراكب النجاة، وبيقول سيل لاخو اليزابيث انه ياخد اليزابيث وسنيك وبيسيبوه علشان هيعمل حاجة الاول. وبنلاقي ريان بيكون بيتمشى في السفينة وبيقع بس بيمسكوا جرين، وبنعرف ان طاقم السفينة جالهم رد من سفينة قريبة منهم وانها هتجيلهم خلال ساعتين. وبنرجع لريان وما بيكونش لاقي الجهاز، وبنعرف ان دروت خده، وبنعرف انه عايز ياخد الجهاز علشان يعمل امبراطورية خاصة بيه. وبنلاقي الزومبي جم تاني وبأعداد كبيرة، فبيكون الشينيجامي وسبيستيان بيحاولوا يقتلوهم بس بيكونوا كتير جدا. فبيقول لريان انه يستخدم الجهاز، بس بيقول لهم يرقصوا رقصة العنقاء ابو تقل دم امك. ولما بيجي يحاول يشغل الجهاز ما بيشتغلش، فبيدخل جرين وبيقتل الزومبي وبيكون رايح يقتل دوروت، بس بيقف قدامه الحنوتي وبيحمي دوروت. وبنعرف ان الحنوتي شينيجامي كمان، وبنعرف ان الحنوتي هو اللي ورا فكرة الزومبي. وبنعرف كمان انه هو شينيجامي جات له فكرة اللي هو ايه اللي هيحصل لو بعد ما شخص مات كملنا حياته، ومن هنا بدأت فكرة احياء الموتى. وبيكون الشينيجاميين عايزين ياخدوا الحنوتي، بس بيرفض سبيستيان علشان لازم يودوه للملكة. فبيتفقوا ان اللي هيعرف ياخده بس ما بيقدروش عليه. وبنعرف انه لسه معاه المنجل الشينيجامي وبيضرب بيه الشينيجاميين، وبيحاول سبيستيان يقرب منه بس هو بيروح لسيل. ولما سبيستيان بيقرب بيرمي سيل وبيحاول يشوف سجلات سبيستيان من اول ما عملوا العقد لحد ما خدوا على بعض ولحد دلوقتي. وبيقاوم سبيستيان وبيخرج من محيط الشينيجامي الحنوتي وبيروح يلحق سيل قبل ما يقع. وبعدين بيكون سيل خد صور الحنوتي، وبعدين بيقول له الحنوتي يخليه معاه امانه لحد ما يرجع له تاني. وبيقسم السفينه، فبياخد سيل سبيستيان وبينط بيها، وبعدين بيطلع لسقفها وبيرمي سيل في طوق نجاه علشان ما يغرقش مع السفينه. وبعدين بياخد سبيستيان سيل وبيحطه في مركب نجاه، وبنلاقي ان الزومبي جم والنوم علشان مش عايشين مش بيتنفسوا، فالموضوع بالنسبه لهم عادي. وبنعرف انهم زادوا علشان اللي ماتوا اتحولوا، وان سيل هو البشري الوحيد اللي اتبقى من السفينه وبيحاولوا يحاربوهم. وبيقدر سبيستيان انه يخلص عليهم كلهم علشان ما يروحوش لحد من الناجين. وبكده نكون خلصنا قصة سبيستيان وسيل كاملة، ونشوفكم في سلسلة تانية ان شاء الله.